اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. القرنبيط بقى وموسم القرنبيط الجميل. القرنبيط بيطلع في الشتاء وبنعمله بيبقى طعمه جميل جدا. النهاردة بقى عاملينه بطريقة حلوة قوي وبوصفة جميلة وسهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تشوفوا الفيديو بتاعنا وتكملوه معانا للآخر. وطبعا ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. وعاملين بقى معاها طبق سلطة خضراء جميل كده وطبق سلطة طحينة، بجد كان يستاهل بقكم. الفيديو بتاعنا النهاردة لذيذ جدا وأكلة شعبية حلوة جدا وجميلة. يلا ندخل على الفيديو ونشوف طريقتنا كانت عاملة ايه النهاردة. معانا بقى حلة كده فيها مية سخنة على النار، مية كده غليت، ومعانا القرنبيطة اهي. انا شطفتها طبعا تحت الحنفية وهبتدي افصلها، اقطعها قطع كده وانزل بيها في المية السخنة. هنا كده كنت قطعتها قطع كده صغيرة على قد ما هقدر انزلها، يعني عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع كمان لما باجي اعمله، وبرضو عشان اعرف اشطفها كويس جدا وعشان اطمن ان هي من جواها من قلبها نظيف مفيهاش اي حاجة خالص. هنزل بقى القرنبيطاية الجميلة بتاعتنا دي كلها في قلب المية السخنة، وهنظبط لها الاداء. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة كده من قلبكم، دعوة حلوة من قلبك كده يا عم محمد. طبعا يعني لو الرمبطاية كبيرة شوية ممكن تسلقيها على مرتين مش على مرة واحدة، على حسب الحلة ما تاخد معاكي. انا كنت حطاهم في حلة كبيرة علشان انجزهم كلهم يتعملوا مرة واحدة. غطسها كويس جدا في قلب المية السخنة علشان تستوي كلها حلو وما نقلبهاش تاني. يعني انا حطيتهم كده وما قلبتهمش تقريبا على الناحية التانية. هنحط بقى في المية بتاعتنا ايه؟ هنحط كمون. وانا بحاول اوريكم الكمون، يعني مكتوبة كمون اهي ظهرت الحمد لله. هنحط كده نص معلقة كمون صغيرة. الكمون ده غامق يا جماعة عشان انا محمصاه قبل ما اطحنه. لما بحمصه قبل ما اطحنه بيبقى طعمه احلى وريحته كمان احلى، فهو غامق شوية بس عشان خاطر متحمص. هنحط كمون وهنحط شوية ملح في السليق، وهنغطس بقى الحاجة كويس جدا عشان خاطر الملح والكمون برضو يبقوا في المية كلها. بعد كده بقى هنغطي عليها ونسيبها ونروح نعمل. لا احنا مع بعض معاكم مرناش اي حتة. هنا كده هنبتدي نطلعها، هي هنا كده بصوا استوت، انا بوريها لكم اهي ان هي كده استوت. فهبتدي اطلعها. شفتوها هي كانت عايمة فوق الوش ازاي؟ لما استوت نزلت تحت. بعتذر عن صوت الكلاب، انا بسجل الفيديو بالليل، بس بجد صوت الكلاب في الشوارع مزعج جدا. هنشيلها كلها بقى كده ونحطها في المصفى الصفا ونسيبها، وعلى بال ما تتصفى هنعمل الخلطة بتاعتنا دي. كده معانا خضرة مغسولة ومتقطعة وزي الفل تمام. طبعا احنا مش هنكتفي بيها كده، تعالوا معانا نشوف هنحط ايه على الخضرة بتاعتنا. هنجيب لها بقى كده قرنين فلفل سبايسي كده، حاجة محترمة. كان حراق حراق بجد، كان مشطشط وكان طعمه جميل. قرن او قرنين على حسب الرغبة، لو انتوا حابينه حراق يعني. لو حابينه سبايسي هنحط
قرنين زي كده، او ممكن نحط نص قرن بس. تمام. هنفضيه بقى هنا كده في الكبة وهفرمه كويس. تمام. هفرم الخضرة مع الفلفل كويس. انا غسلاها ومقطعاها، بس انا عايزة اضربها ضربتين في الكبة كده علشان خاطر آه تبقى حلوة معايا، ما تبقاش حتت كده او اجزاء كبيرة قوي. مين الايد التالتة اللي دخلت دي؟ حد شاف حاجة؟ دي اكيد ايد بنوتي يعني. معانا هنا تقريبا 6 بيضات تقريبا، انا ما عديتش، حد عد؟ تقريبا 6 بيضات او 7، لا هم 6، بس هما كانوا 6 كبار شوية، يعني 6 محترمين. هنحط عليهم بقى معلقة خل كده عشان الزفارة، وهنضربهم كويس جدا بالمضرب. تمام. هنضرب دول بالمضرب كويس جدا، وبرضو هنكون فرمنا الخضرة بتاعتنا في الكب، ونحط عليهم بقى الفلفل الاسود والملح وكمون. ضربنا هنا كده كويس، وضربنا برضو الخضرة بتاعتنا اهي كده كويس. هننزلها بقى على البيض بتاعنا كده ونقلبها حلو قوي. ومعانا بقى المضرب بتاع البيض دوت كده، هنقعد نضربها فيها كويس جدا عشان البيض يتضرب معانا كويس جدا ويتمازج مع الخضرة حلوة قوي، علشان خاطر نعرف نقلب فيه الدقيق بتاعنا. وهننزل بقى بكمية الدقيق تقريبا. برضو كنا حاطين دي كده معلقة الدقة بتاعتنا، فيها فلفل وفيها ثوم وفيها كمون وفيها الفلفل الأحمر، وبرضو هحط معلقة توم. يعني انا حاطة في الكبة وانا بفرم الخضرة والفلفل، كنت حاطة برضو معلقة توم، نص معلقة توم كبيرة، يعني معلقة صغيرة نقول نص معلقة توم كبيرة. هنا بقى كده هنبتدي ننزل بالدقيق بتاعنا وهنقلب بالمضرب علشان خاطر نشوف الكمية اللي احنا هنحتاجها قد ايه. انا بصراحة دي مش بعملها بمعيار، انا بقى بحط كمية الدقيق على قد كمية السيال، يعني المادة السائلة اللي معايا، هحطه وهقلب وهشوف. يعني ممكن مثلا 5 معالق 6 معالق على حسب البيض، كمية البيض اللي انتي حطاها طبعا بتختلف من قرنبيطة لقرنبيطة. ممكن تبقى قرنبيطة صغيرة تحط لها كمية بيض قليلة، اقل من كده 4 بيضات مثلا او 5، وما تحتاجيش تحطي كمية دقيق كتيرة، يعني على حسب زي ما بقول لكم كده، على حسب البيض اللي انتي حاطاه. المضرب ده طلع كويس والله، يعني دوب الدقيق في المادة السايلة مع البيض والخضرة، دوبه حلو جدا. دي ايد بنوتي بقى اللي كانت بتقلب. عايزة طبعا اتأكد ان الدقيق امتزج كله مع البيض. هنا كده بقى بقطعها، طبعا بتقطعيها على حسب ما انت عايزة، في ناس بتقطع اصغر من كده، بس لا يعني انا متعودة بعملها كده على طول، كده بتبقى احلى كده، الحتة تبقى حلوة كده وكبيرة تملى العين. هنا كده بقى هنغرقها في قلب العجينة بتاعتنا. وصفتنا حلوة بجد والله يا جماعة، وكانت جميلة وطعمها حلو قوي قوي. اعتمدوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم. بصوا هنا كده بقى بناخد منها ونسخن الزيت كويس جدا على النار. طبعا زيت يكون سخن جدا وكتير جدا، يعني طاسة تكون فيها زيت كتير. ونبتدي بقى ننزل كده بقطعة قطعة في قلب الزيت بمعلقة كده، ناخد ونحطها في قلب الزيت. طبعا لو في حتة كبيرة شوية زي اللي انا حطيتها دي، عادي ممكن تتقطع التين عادي يعني، عشان متبقاش تخينة قوي. المهم كله اتاكل وكان طعمه بجد خطير. جربوا الوصفة دي والله يا جماعة، والمقادير بتاعتنا دي كان بتخلي طعم القرنبيط حلو قوي، بيخوكوا كده لحتة تانية خالص. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله دايما كده اكون عند حسن ظنكم، ويا رب تكون وصفاتي بتعجبكم.
متنسونيش في اللايكات، لايكات كتير بعد اذنكم، عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيخليه يتشاف من ناس تانية كتير. طبعا الاكلة دي يا جماعة محببة لقلب الجميع، بس بصراحة انا ما بعملهاش كتير يعني. الزيت غالي يا جماعة، هنعمل مقاطعة مع الزيت علشان خاطر ما نقليش قرنبيط. القرنبيط من الحاجات اللي بتسحب زيت كتير جدا في التحمير. ممكن نعمل قرنبيط بكذا وصفة، مش شرط بس كله يبقى مقلي. اهم حاجة بقى قبل ما احط تاني للقلية اكون منضفت الطاسة كويس جدا من كل اللي فيها. طبعا دي كده انا بلم الحاجات الكبيرة، بس برضو هجيب المصفى الصغيرة والم بيها اي رواسب في الزيت علشان ما تتحرقش معايا وتغمق لي الزيت اللي هقلي بيه. كده بجد احسن كتير جدا جدا. بصوا طلعت قد ايه، طلعت اكتر من اللي انا طلعته، وده طبعا احسن كتير جدا. اللي بطلعه بالمصفى دي بيبقى صغير، الفتافيت دي برميها. هنا كده كنت خلصت القرنبيط بتاعنا. كنت طبعا انا كنا عملنا السلطة الخضراء الجميلة اللي بالبصل للناس اللي بتحب البصل معاها. بجد كان قرنبيط سخن وكان طعمه خطير. بصوا هنا كده انا بحاول افتح معاكم قطعة، لا ده مش هنا اكيد، ده بنوتي. بصوا من جوه قلبه ابيض بس مستوي، وكان طعمه خطير جدا. بجد كان طعمه تحفه. هي كانت رايحه تدوق ممكن ما كنتش واخده بالها ان الكاميرا كانت مفتوحه. لا هي كانت فعلا بتصور اللقطه دي. بصوا كله كان متحمر، وكان والله الكاميرا بجد ظالمه اللون، بس بجد كان كله حلو جدا، وكان طعم القرنبيط خطير. والسلطه بقى كان فيها برضو قرن فلفل حراق مولع، وعملت معاها بقى سلطة طحينة، وكانت الأكلة بجد جميلة جدا جدا، وبألف هنا وشفا الكل اللي كان منها. هي فعلا كانت تستاهل بقكم، تستاهل الناس الحلوة الجميلة المتابعين الجمال اللي بيتابعوني وبيعملوا لي لايكات، ودايما منوريني في قناتي، وتعليقاتهم الجميلة اللي بتفرحني. متحرمش منكم يا رب أبدا، ولا من تعليقاتكم الحلوة الجميلة. لا ده كان في سطو بس على القرنبيط اللي اللي اتحمر. انا كنت واقفه الناحيه التانية لسه بحمر قرنبيط تاني. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، وتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. فين طبق سلطة الطحينة يا جماعة؟ حد خد طبق سلطة الطحينة؟ يلا تقريبا طمعوا فيه خدوه. تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقينا طبق سلطة الطحينة اهو.